احنا هم الاخبار في نقطتين، كان يلا يعود العمل يتقدم فيهم، وللاسف العمل متوخر فيهم في هذا القطاع في هذا الفرع. ونختاروا نقولوها لكم ونختاروا كاملين نتعاونوا على ان لكن نقصد فيهم نحاولوا يا كان نعوضوه بالعجله. كانوا يلا يعودوا فاو من هو النامس حصر كل رئيس قطاع يعود جاب الناخبين التابعين لقطاعه لائحتهم معاها ارقامهم التعريف الوطنيه ويعود سلمها لاداره الحمل هون في هذا الفرع اللي معاه. وهذه فاتوا عدلوها وحدين ما فاتوا عدلوها. وهذه العمليه مهمه جدا لانها لا تسمح لنا كنا نعرفوا اولا جهدنا اللي عندنا من الجهد هون عاملين عليه، واللي عندنا من الجهد يلا نعدلوه في وقت اخر في بلد اخر. ولا تعدل لنا حاجتنا في تفتيح مراكز التعبئه، ولا يتعدل لنا حاجتنا الصبح في حاجيات النقل اللي عندنا لا ينقلوا المهرجان والله ننقلوا للزرق. نعرفوا اذا عندنا من الخرق بعيد من المكتب واذا عندنا من قريب، ولا نعرفوا من اللي في النهايه نعرفوا قاع من هالشيء. كل مكتب هو محسوب على من حته. عندنا نهارات ذاك التطبيق ولا فيه مكتب ما نعرفوا ذاك مسجل فيه ذيك الساعه. غير من اللي فاتحين للدنيا المجال اللي زادوا ارواق يجوا نعرفوها، واللي نقصوا ارواق يجوا نسمحوا له الفرصه. اما اللي يقولنا ذيك 200 اللي حسبتوا عليا النهارات في هذا المكتب راهي فيها السالمه وفيها مختار وفيها كذا راهم ما تلي تحسبوهم عليا. نسمحوا له الفرصه ورك اياك الصبح لا نصبوا لك ياص نعودوا ما حسبناهم عليه. اذا هذا هو اسباب اهميه هاي العمليه. وكان يلا تعودوا فات لها نهارين ويبدو ان هذا الفرع متوخره فيه. وتكلمنا ذاك مع الجماعه وقلنا لنا عاطينها للصبح ميدي تعود كملت عند هذه اللوائح. وبالتالي طالبين من رؤساء الفروع القطاعات اللي هم كاملين اللي انتم في جماعتنا هاي ضرك احنا جايين فرع اخر قال هم يبداوا في فرعهم ويدخلوا لوحداتهم القاعديه الليله وارواقيجهم ولا يرقدوا. ما جابوا لوائحهم للجماعه والجماعه لا يتبات سهران عليهم تدخلهم في الماكينه. اياك يعود من الصبح والله قادين نعرفوا احنا ذا الفرع مكاتبه الخمسه ايش عندنا فيه. وطبيعه الحال لان المعلومات اللي عندي تختلف من مركز تصويت. المركز تصويت هون مراكز تصويت العمل متقدم فيهم، وهو مراكز تصويت اخرى متوخرين حتى. الشيخ محمد فاضل هون من احد سيبوه. الاعداديه ثلاثه هون من احد مازال متوخر اللوائح فيه. ما لا خلي سبب احنا المساجد سبب ضرب احنا ما ها هي صنقوره هي الاعداديه ثلاثه. هي هو تعود حد جاب خلقه. المهم هو الاساسي النتيجه الاساسي ان نكملوا ذا. محمد الحافظ منين؟ سيدي عبد الله خير ذو النورين ايوه شوفوا الجماعه المنكم حاضر زين. المنكم حاضر حالي انه فهم جماعتنا هذه يمشي يكمل لايحته مطلوب منه واحده من ثنتين. العاده السال عليه يكتب لائحه ويكتب ارقام الوطنيه يعدلها ولا ما يقبض اوصاله ويجيبهم للجماعه ويعود دايرهم في بلد واحد وتلاهم يطبعوهم ويمكنوهم منه يرجعها. هاي العمليه اخر اجل يلا توفى عنا الليله ولا تتوخرت توفى الصبح ضحى. هاي المهمه خاصتي عنا فمك. هاي المهمه الاولى. المهمه الثانيه هي مهمه ان تعود عندنا بنيه تحتيه نقدر نعدلوا فيها التحسيس ونعدلوا فيها حملتنا. هاي البنيه التحتيه الفوقيه حكم فات وعدلت ومازالت بنيه تحتيه اخرى وادوات تحسيس مازال خارج فيهم نقص حسب اللي قالت لنا الجماعه اللي كنا معاها. فاتوا انفتح المركز هون الرسمي وفاتوا فتحوا مراكز عند كل مكتب تصويت. يا غير ما فاتوا فتحوا نقاط اخرى في نقر الاحياء. فات انفتح منهم شي فاتحين وفاعلين قالوا لنا فات انفتحت 70 هون في الفرع وهم طلبوا زيادتها. ندور نشوفوا الليله مع معالي الوزير ومع المرشحين امكانيه زيادتها اللي انت تتوفر يدور يكون فيها الجواب ليله الغد ان شاء الله تعالى. ذاك اللي قد يعدل فيها من الجهد ما ولا يمخل، واللي ما شتوه عدل زياده اعرفوا انه ولا اغلب وحاولوا كان نعوضوه كاملين بجهدنا الاخر. اذا مكاتب التصويت ما كل دار يقدر يفتح فيها مركز انعاش. غير مهم كل دار انصافيه يعود على فمها ويعود على فامها شعار الميزان
ذاك مهم في طبتنا على الميزان على الشعار، يا غير مهم في رفع المعنويات لحد كامل، خاصة اللي بدي يعرف ان هذا ولا ديار الانصاف، ومهم اللي في التكريج المنافسين الى خاو شافوا ذاك كلمني اللي عاون دعائيا في الحمله. هذه العمليه هم يدوروا يجبروا الاليات يعدلوها عليها، ويلا تتعاونوا معاهم عليها كاملين، واللي عندك بتوها من الشعارات يعودوا خارجين على الشارع مشيفه على الديار، على ديار انصافيات. تو في هاي العمليه لا ينوحلوا في عمليه تعليم الزرق، الصوره اللي يعلم بها الزرق جاءت كميات كبيره من الشعارات اللي يعلم بها الزرق، شي جايبته الحمله وشي جايبينه المترشحين الجازين بالخير وشي جايبينه فاعلين، وابتداء من الصبح دوره يوزع على الفروع. هذا الفرع دورته عنده منه كميات كافيه، وبالتالي حد كامل قلته كميه تحسيس يجيها ويقبضها ونبدا عمليه التعبئه. اداره الحمله الجازيه بالخير مولي معبئه مئات الشباب زرناهم اليوم جاهزين يدوروا يساهموا في العمليه. توفى عمليه التعبئه لا تبقى لنا لا عمليه ان شاء الله تعالى التحضير المهرجان كبير لا يعدل في عرفات. يلا يعود مهرجان كبير ذي المره، توجهنا على ان ما لنا معدلين مهرجان في الواك شوط الدنيا كامله، ان نعدلوا كل مقاطعه نعدلوا فيها مهرجان اختتامي فيها هي وحدها. يا غير يعود مهرجان كبير لا هي عاقب اذا مات لحد نمشوا احنا منه مطمئنين لعملنا وتمشي منه الدنيا الاخرى قانطه ان شاء الله باذن الله تعالى. للمهرجان يلا يعبئ له تعبئه كبيره. تبقى اخر نقطه لا ينستراحوا منه، هو لا يعود النهار التالي يوم الزرق، لا ينستراحوا منه، عندنا نهار للراحه، الراحه ذيك الراحه اللي على ظهرها ان شاء الله. يا غير تبقى عمليه الزرق يلا تنقبض لها تجهيز متين كارين من ضرك مقرات عند كل مكتب تصويت. ذوك المقرات يوم الزرق يلا يعودوا مجهزين احسن تجهيز، كيف قلت ضرك يلا يعود فيهم الشراب البارد متوفر، ويعود فيهم متايل حامي، ويعودوا فيهم الصوافر يترشخوا من ذاك كامل، ويعود لا كلها لا يجي يطرح شرج ويشرب كاس ويمشي ويجيب شرج اخر، ويعود يوم احتفالي ان شاء الله تعالى اللي نوفوا عنا العمليه. تعويل عليكم فيها كبير، تعويل عليكم فيها كبير لياسر من الاسباب، ياسر. في شيء تعرفون انتم انا ماني لاهي نقولوا حتى، وفي شيء لاهي نقول منه شيء. اولا اهل عرفات مرشحينكم انتم هم المقاطعه الوحيده، قبلتوا الشرف انكم المقاطعه الوحيده اللي توافقت على مرشحينها، والمرشحين اللي قبلتوا 90% منهم ارتدوا لكم. هذه هي الحقيقه، وهذا شيء قبلتوا به التميز. يلا تعود نتائجكم متميزه عن المقاطعات الاخرين اللي فيها واحدين انقبضوا واحدين ما انقبضوا. انتم اذا جبتوا غالبيه انقبضت مخ انقبض نزولا عند رغبتكم، عليكم عار كبير. اعلنكم تصوتوا تصويت ما عنده علاقه بتصويت المقاطعات الاخرين. هذه المقاطعه مسجله فيها 51,000، احنا ما نلاهي نقبلوا منكم بقل منها من 26,000. ما تقدر تنقبل بشكل من الاشكال اقل من 26,000 منها. الثانيه هاي الانتخابات انتخابات مصيريه وحساسه لياسر من الاسباب. اول انتخابات في عهد وهم زرقق عليكم ومسؤوليته عليكم، وبالتالي احسن مثل يا الله يجي من هون. ثانيا عليكم عندكم مرشحين قدمتوهم ونقبلوا لكم ان شاء الله تعالى مرشحين دنيا كامله متفقه على انهم هم امثل مرشحين يقدروا ينقبضوا قد حد يتكل عليهم هم، ولين يرشحوا لكم فرصتكم انكم تدعموهم دعم قوي وتنجحوهم نجح قوي. محمد محمود الاحمد جدو ما ينجح ب10 مستشارين والله ب9 مشترات والله ب10 مستشار. محمد محمود الاحمد جدو نعرف انه قاع ما ولا يسمح للمرشحين كاملين اللي معاه يكون يعطاهم مستشارين والله ثلاثه. يا قاري لا يقبله هو واحد قال لا واحد. هذا هو نجاح شكل محمد محمود الاحمد جدو هون في عرفات. حجاي لا تعجل علي نايبكم حانيني نايب. هذا لا تقولوا لي انا وراك، هذا قولوه في الاكياس، هذا قول ولا في الاكياس، قولوا هون يا قولوا في الاكياس. لا يحد هذا عندكم نايب لا تعجل لا عجله. عندكم رزقكم مولانا
نواب نواكشوط كان يعود نواب نواكشوط نسوي لكم ورك من هما نواب نواكشوط في العهده الماضيه ما نضيعوها ويلا نعطوا لها واللي اعطيتوا لمحمد ما هون الرئيسه هون مستشارين يا قاربي ما هون راهو محمد حمود وميمونه ومختار قابلينكم تعطيهم وتزيدوا على اللائحه الجويه 10 اصوات زايد اللائحه الجويه لانها ما هي حاضره وطالبكم انا يختارها قبال راعي محمد حمود اصفر لا نقول لك محمد محمود هذا لين يدخل لا يزرق تزرق زي مكتب حمزه يزرق مكتب حمزه قابوا هو التزام على راسه قدامكم وقابوا وانا عليه انه لين نعطاه التواقط السته اللي لا يزرقهم انه اول كارت لا يزرقها كارت المجلس الجهوي لائحه الانصاف الفاطمه ثبت عبد المالك اولها يزرقها سابق الراس هو راهي لا يعدلها لا يوقف ولا يقولها لكم ولا يعدلها تمام خويا تكايز انا مالي قلت لك انه هو الين يجي له يزرق ان شاء الله مكتب حمزه انه سابق يزرق الراس وهو ان اول طاقه لا يدخلها في الكيس هي طاقه المجلس الجهوي وكيف قلت البارح في تيارت وانا اللي انت نزرق في استاد قلت على اني اول طاقه لا نزرقها هي طاقه اللائحه المختلطه اللائحه الوطنيه اول طاقه لا نزرقها لا نزرقها اللائحه الانصافنا فهمتوا اليوم ما بالك كان تروح نزرقوا الانصاف لا تقول ما نعرف انا كيف قلت قبيل ما انكم مسولين عن اللوائح اللي عليهم منه انتم تزرقوا الانصاف تزرقوا للميزان الدنيا الاخرى متفرقه تعدل عملها ما اقداركم الى جاكم عمده والى جاكم نايب انتم زارقين للميزان زارقين للانصاف زارقين لحزب الرئيس محمد والشيخ الغزواني هذا هو زارقين له لا تقروا فيه ميمونه ولا تقروا فيه محمد حمود ولا تقروا ابو عمر زارقين للرئيس هذا هو اهم اللي اخترت نقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته